قسوة القلب على إنسان آذاكي أو آذاك نفسيا بتعطلك أنت. اللي أذاك نفسيا إما أنك تسترد حقك منه لو قدرت بطريقة ترضي ربنا وما فيهاش مخالفة للقانون، وإما أنك أنت تفوض أمرك لربنا سبحانه وتعالى يجيب لك حقك في الدنيا وفي الآخرة، وإما أنك تسامحه. لكن قسوتك على الشخص اللي آذاك نفسيا أكنك ماشي شايله على كتافك، لأنك أنت كل ما بتشوفه بتتعصب، كل ما بتشوفه بتفتكر وجعك وزعلك وجرحك، فأنت شايله على كتافك، فأنت اللي متأخر. ادعي ان ربنا يشفي صدرك من الوجع ده، وادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك القدرة على العفو، وفوض امرك لربنا سبحانه وتعالى، واعرف ان الاذية دي جزء من قصة حياتك مع ربنا، وجزء من تقل ميزان حسناتك في الاخرة، وجزء من ترقية شخصيتك، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يا مساء الفل، انا ايمان ودي قناتي. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. النهارده هصور لكم خزين الشهر او خزين رمضان. يعني انا جبت جزء كده من خزين رمضان اللي هو اليميش، او جزء من اليميش، وجبت حاجات الشهر بتاعتي اللي انا بستخدمها العاديه. اول حاجه كده نبدا بيها بالصلاه على النبي هو الرز. انا بستخدم رز التقوى. كان في الاول حلو قوي، حاليا يعني المره دي جايباه حاسه ان تسويته مش عارفه مش عجباني ليه. يعني حاسه ان الرزيه اتغيرت او حاجه، ما الكواليتي بتاعها اتغير. مش مشكله، نغير ونشوف كده نوع تاني نجربه. تاني حاجه جبتها ودي حاجه اساسيه لازم بجيبها دايما هي الدقيق. بس البنوته راحت جابت لي فجابت لي الدقيق السايب. انا بحب الكوثر، يعني انا لما بستخدم اللي هو الكوثر اللي هو بيجي كيلوهات، كل كيلو لوحده. هي جابت لي كيلوهات برضو، بس جابتها لي ايه، دقيق سايب. بيكنج باودر عشان لو هنعمل كيكه، خميره عشان لو هنعمل بيتزا او قرص. جابت لي ربطه سكر. وباكوين شاي. الباكو ده اللي هو الربع كيلو. بيمشونا الشهر يعني حلوين. المكرونه برضو بحب الملكه في المكرونه اللي هي عشان البشاميل او عشان المكرونه الاسباجيتي او كده اللي سايبه بتعجن برضو ساعات. فبحب في البشاميل دايما استخدم نوع انا متعوده عليه، فبستخدم الملكه. الزيت الممتاز. بس المره دي قلنا نغير ونجيب نوع تاني نشوفه، ده اسمه العيله. الازازه لتر تمام ب75 جنيه. خلاص، بس الممتاز اغمق من التاني. انا حتى ممكن استخدمه في التحمير، استخدمه في اعمل بيه بانيه، اعمل بيه حاجات زي كده، بيبقى حلو يعني. بيساعد مع زيت التومين بصراحه. في رمضان بس احب استخدم زيت عافيه بقى. جابت لي لوبيا وفاصوليا، ان انا مش بروح، انا ببعت بنوتي هي اللي تجيب لي كل حاجه. العدس الاصفر عشان طبعا العدس بقى، وحله العدس بتاع السقعه دي. الطلبات دي جايباها من اول الشهر، بس كانت فيديو تايه مني في الموبايل كده. فعملت حلة عدس كده محترمة في يومين التلج دول. وبعد كده ندخل بقى على حاجة رمضان. ده جزء من يميش رمضان. ده أول حاجة كده الفستق. الفستق عامل 700 جنيه اللي هو الأمريكي تقريبا. بعد كده ده الزبيب. في زبيب إيراني وفي زبيب مصري. فلسه أنا هجيب زبيب تاني لأن أنا بحب الزبيب يبقى كتير عندي. البندق تمام، ودي المشمشية جبت الحجم الوسط. مش هتفرق، كده كده بنقطعها وبنحطها، فأنا جبت الوسط. ودي القراصية برضو جايباها الوسط. هنا دي جوز الهند خشنة مش ناعمة، مش اللي هي البودر كده، خشنة شوية. وجايبة ربع كيلو. جبت فول سوداني بقى، جبت نص، يعني كتري وبلاش تستخسري. هنا عين الجمل اللي هي الفص سليم كامل، مش مقسومة نصين ولا مكسرة ولا كده. ومش فاكرة الأسعار، بس لو عايزين أجيبها لكم، أنا معايا الورقة بتاعة الأسعار يعني. دي جوز هند مبشورة. جايباها برضو الحاجات في الحلويات. قمر التين المجفف، كان فيه التين الحبل، وكان فيه التين ده، فانا قلت اجيب لفه وبحتاج لفه تانية هشتريها برضو. يعني انا قلت اجيب جزء اخفف شويه في المصاريف بتاعتنا. هنا كده ده التين ده قمر الدين. قمر الدين الاحلام ده كله بيشكر فيه، دقته لقيت طعمه حلو وريحته جميله. فجبت برضو لفه، وهجيب تاني برضو لسه. يعني احنا ايه بنجيب، يعني اشيل شويه من مصاريف الشهر الجاي. خلاص، هنا ده اللوز. الحاجات دي لسه هتتحمص بقى. يعني جايبه لوز وبندق وفستق وعين جمل والزبيب وجوز الهند الخشن والشرا اللي هو المبشور، وقمر الدين والتين المجفف والقراصية والمشمش والفول السوداني والزبيب يا جماعه عشان ما ننساهوش بس. والصوبيا جايبه نص كيلو صوبيا السنه دي. لسه هجيب الكريم شانتيه بتاعها. عشان ايه؟ عشان بحب استخدم، بنحبها جدا، واحلى من التمر مليون مره. اليميش من الحاجات اللي انا اتعودت عليها وتربيت عليها، فمش بعرف استغنى عنها.
يعني ممكن اساسي عندي، ولازم البلح الناشف والبلح الطري. طبعا البلح الطري بنحشي فيه حاجات بقى، نحشي فيه عين جمل، نحشي فيه لوز، نحشي فيه كده حسب بقى احنا بنستخدمه في ايه، يعني نستخدم ايه معاه. لكن دي كده حاجات الشهر دي اللي احنا بنركنها في دولاب الخزين، ايه نروح ونيجي عليها طول الشهر بقى، نعمل منها رز وحاجات زي كده. غير طبعا الشعرية، انا جايبة 5 كيلو شعرية عشان عندي بيحبوا الشعرية بسكر، فالراجل مديهاني في شكارة كده، نص شكارة. تمام. وجايبة برضو المكرونة نص شكارة. تمام. يعني ما شاء الله حاجات للشهر، يعني بتمشي معايا الشهر كله. بس النوع ده انا عايزه اشوف اسمه على الشكارة عشان بيعجن بطريقه مش حلوه خالص. يعني هشوف اسمه واقول لكم. يا جماعه انا وقفت عشان اعرف لكم اسم المكرونه، اسمها نجوم الهرم. تمام. فسيئه جدا جدا جدا، مش حلوه خالص، بتعجن بطريقه مش حلوه. يعني انا لما بجيب قبل كده كان بجيب انواع تانية، لا كان بتبقى احلى من دي. النوع ده اول ما تعمليها تروح متعجنه في بعضها كده، تبقى حته واحده. تمام. فلا مش حلو، الشركة دي مش كويسة. في شركات تانية ممكن تبقى احسن من كده. نزلت بقى السوق، قلت اجيب شوية خضار، فهنا كده كنت في الشارع. بنوتي راحت تجيب لي شنطة كبيرة بقى عشان نحط جواها كل الحاجات دي بقى، اللي احنا هنفرجها لكم دلوقتي. يعني انا هفرجها لكم بقى لما اروح البيت. خلاص. اول حاجة كده بالصلاة على النبي، السبانخ. انا ما ينفعش الشتاء يعدي من غير ما اكل كذا مرة سبانخ. خلاص. يعني انا احب السبانخ جدا في الشتاء، لان هي كمان بيبقى طعمها احلى، والخضار بيبقى احسن في الشتاء كطعم وكده. طبعا كوسه، حاجه كلها عناصر غذائيه. ما كنتش باكلها وبقيت احبها. الفاصوليا الخضراء بعشقها. بصوا يا جماعه، انا بحب الخضار جدا، بحبه في الموسم بتاعه، مش متخزن، مش في اوان غير اوانه، لا بيبقى الخضار ليه طعم حلو. الكوسه جميله جدا، والخضار مفيدين قوي للولاد. البسله خلاص بتودع، يعني ابتدت تنشف، ما بقتش حلوه شويه. يعني الزرع، او انا الست اللي انا جبت منها دي، حد رشح لي قال لي هاتي من الفلاحين اللي بيبقوا قاعدين على الارض وبيبيعوا كده. بصوا ترشيح سيء جدا. حاجتها ما كانش عجباني، رحت جبت حاجات من حد تاني، يعني كملت حاجات من ناس تانية. جبت القرنبيطه. آه، بعشق القرنبيط، وبرضه بيودع القرنبيط، فقررت ان انا هعمل قرنبيط بقى كتوديع بقى، ممكن نعمل مرة في رمضان. جبت جزر عشان البسلة. جبت فلفل، يعني الفلفل برضو ده حاجة أساسية عندي، بس ما طلعش حراق. يعني احنا بنحب الفلفل الحراق السبايسي، ده لا ما طلعش حراق خالص. فالخضار يا جماعة أساسي، لازم يبقى عندك قوطة، خيار، جزر، فلفل، لطبق سلطة جنب أي أكل. لو عيالك ما بياكلوش الخضار، هينفع تأكليهم طبق سلطة مع الرز، بدل الخضار، وانتي تاكلي الطبيخ براحتك بقى. يتغذي انتي وتقوتي، محدش هينفعك يفتوكة. هنا كده ده البتنجال. بنحب المسقعة كمان، من الحاجات اللي بتأكل. في ناس بتحبها بالعيش، في ناس بتحبها جنب رز. انا اول يوم بعمل جنبيها عيش، يعني لما بعملها مثلا بعمل كمية مثلا 2 كيلو بتنجال، كيلو ونص. في اول يوم بعمله فيه بعمل جنبيه عيش، وبناكلها بعيش. تاني يوم بروح عاملة جنبيها رز، فاللي بيفيد بيتاكل مع الرز، بيبقى طعمها حلو. جبنا بطاطس. البطاطس مش عارفة ليه مش عايزة تقل عن 10، او انا بجيب من اماكن تقريبا معرفش يعني غالية ولا ايه، بس هي مش رخيصة عن 10. حتى الطماطم ادالي كيلو ونص ب10، مع اني سامعة ان هي المفروض رخصت يعني. والخيار كان ب15. آه عايزة انزل اشوف بقى الايام دي يعني الخضار عامل ايه، عشان عايزة اجيب خيار وجزر وكده، واعمل برطمان مخلل كده محترم يمشي معانا بقى شوية في رمضان. جبت بقى كمان، نزلت عند الجزار اللي انا بتعامل معاه. انا بوريكم الحاجه الاول: بطاطس، خيار، جزر، كوسه، كل الحبشتكنات دي. نزلت بقى جبت لحمه. تمام. فانا بتعامل مع حد معين، يعني بجيب منه اللحمه. طاجن، جبت الطواجن دي رمضان، هتشوفوها في فيديوهات رمضان ان شاء الله. جبتها بقى للطحينه، للفول لو كل واحد ياكل لوحده كده يعني. بصوا شكلهم جمال. المهم ما علينا بقى، جبنا الطواجن وركناها، غسلناها وركناها لرمضان. طبعا الطواجن الكبيره بتاعتي اتكسرت، فعايزين طواجن جديده.
اتشرخت، فمش هينفع نعمل فيها اكل يعني. هنا دي اللحمة، دي كده لحمة بيضة، تمام. اسمها بوش. خلاص، مديني فيها جزء مش كانش حلو عشان مش نفس الجزار اللي قطع لي اللي انا بتعامل معاه. ودي اللحمة بقى اللي هي الملبسة، اللي هي لحمة عادية، اللي هي الحمرة دي كده. المهم يا جماعة، لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا كومنت حلو، تمام. ف... ودعوة حلوة كده بزهر الغيب، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب ما يقطع لكم عادة، واللي متعود على حاجة يستمر فيها ويستمر انه بيجيبها وربنا يحقق لكم كل احلامكم. ده يا جماعة كان شوية مشتريات على القد كده صغننين. اشوفكم في فيديو جديد، وان شاء الله يبقى مشتريات الجاية رمضان ده.